السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو مرة يتفرج على قناتي ياريت يدوس اشتراك مع تفعيل الجرس. النهاردة هنعمل عجينة السيراميك اللي هي المطبوخة. والحاجات اللي احنا محتاجينها: كسرولة او حلة تكون ألمونيوم، وعايزين معلقة وغيرة ابيض ونشا وزيت طبيخ او بيبي اويل وخل او ليمون واي نوع كريم مرطب لليدين واكياس بلاستيك. ومحتاجين للتلوين فلوت او سبراي وفرش والوان جواش. اول حاجة هنحط في الكسرولة 200 جرام من الغيرة الابيض وعليهم معلقة زيت او بيبي اويل، وبعد كده معلقة خل او عصير ليمون، وبعد كده نحط عليهم لون ابيض ونقعد نقلب فيهم كويس جدا على نار هادية. وبعد كده نضيف 140 جرام من نشا ذرة. وبعدين نقعد نقلب كويس جدا لما العجينة تبقى ناعمة زي البشاميل. وبعدين بنحطها على نار هادية، يعني احنا بنقلب ده كله على البارد، وبعد كده بتتحط على نار هادية جدا مع التقليب المستمر. زي ما انتوا هتشوفوا في الصورة ان هي العجينة بتكون سايلة في الاول، وبعدين بتجمد حبة في حبة، وندننا نقلب فيها لحد ما تتكور وتبقى كورة واحدة. وممكن بدل البوتاجاز نستخدم الميكروويف، باننا ندخل العجينة 30 ثانية ونطلعها نقلبها، وندخلها تاني 30 ثانية ونطلعها نقلبها، وندننا كده لحد ما تتكور. اهم حاجة يا جماعة. وبعد كده ندهن ايدينا بكريم مرطب، وبعد كده بندهن الكيس بالكريم برضو، ونحط فيها العجينة ونقعد نعجن فيها بايدينا لحد ما تتكور وبتبقى ناعمة خالص زي الكورة. وبعد كده نحطها في الكيس النايلون ونخرج منها الهواء خالص، ونسيبها اهم حاجة ما يخش لهاش هواء، ونسيبها ترتاح لمدة ما تقلش عن 8 ساعات قبل ما نبتدي نشتغل بيها. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني للعجينة على البارد. واللي اول مرة يتفرج على قناتي ما ينساش يدوس لايك واشتراك وسبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل لكم هو كل جديد فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.